من؟ أنا أدعوك اليوم للمسيح حبيبي. تدعوني؟ ما أحتاجك أنك تدعوني للمسيح، أنا المسيح مؤمن به، أقولها للجميع وكل المسلمين سيرددون خلفي. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك إنني أحب المسيح عليه السلام تاج رأسي، وأحب محمدا صلى الله عليه وسلم تاج رأسي، وأحب كل الأنبياء تيجان رأسي. أحب المسيح عبد الله ورسوله وذاك الرجل العظيم، وليس إلها ولا ابن إله. فأنتم تعتقدون أن المسيح إله وما قال لكم أنه إله، وعبدتم المسيح وما قال لكم المسيح اعبدوني. جعلتموه خالقا وما قال لكم أنا خالق، جعلتموه ربا وما قال لكم رب. راجع نفسك، لا أحتاج أن تدعوني للمسيح، لا أحتاج، أنا مؤمن به أصلا، لكن أنتم إيمانكم به باطل، عبدتموه، والمسيح قال باطل وباطلا يعبدونني في إنجيل متى. المسيح قال وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني لا إله إلا الله، يسوع المسيح رسول الله. هلا أنا بدي أحكي. تفضل يلا احكي. أوكي، نحن ما رح نطول كتير. أنت شلون ما بدك قول، أنا رضيان بما أنك بتحبه، خلص أنت مقبول عندي بقلبي أنت. بس نحن اعتقاد غير عنا. نحن بنقول أن بيني وبينك، بس اعذرني على المقاطعة في هذه النقطة، بيني وبينك كتابك. أنت ماذا تعتقد في المسيح؟ تعتقد فيه إله؟ أنه هو الله نفسه. تمام، هات لي نص المسيح قال فيه أنا الله. لا، نحن ما عرفنا الله غير بالمسيح حبيبي. كيف ما عرفت الله غير بالمسيح والمسيح هو نفسه الله؟ شوف كيف ناقض نفسه. أنت لما تقول ما عرفنا الله إلا بالمسيح، هذا معناته أن المسيح رسول ونبي أوصلك إلى الله تبارك وتعالى. أعطيني مجال. لولا المسيح لما عرفنا الله الغير ملموس. تمام، أنا متفق معك على فكرة، أنا متفق معك أن المسيح وكل الأنبياء هم طرق إلى الله عز وجل، لكنهم ليسوا هم الله. كل الأنبياء جاءوا لكي يأخذوا، أما المسيح فأعطى فقط، لم يأخذ شيء. فدى دمه لأجلك ولأجل المسيح ولأجل البوذي. يلا هات لي نص واحد المسيح يقول فيه أنا فديتك بدمي. المسيح كان لا يريد أن يموت. المسيح كان وفقا لإنجيل لوقا يصلي طوال الليل في البستان ويقول يا أبتاه إن شئت فلتعبر عني هذا الكأس، كأس الألام يعني والصليب. كان يدعو الله أنه ما يجيب له الصلب ولا الألم. المسيح كان وفقا لكتابكم المحرف كان يقول على الصليب إيلي إيلي لما شبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني. يعني يعاتب الإله أنه تركه، فهذا يعني أنه في اتفاق مسبق بينه وبين الإله ألا يتركه، ثم بعد ذلك تركه. فإذا هو لا يريد أن يموت على الصليب، ولا يريد هذا الموت، ولا يريد أن يموت من أجلك. ما في نص أبدا في كتابك، لا يوجد نص في كتابك قال فيه المسيح أنا أريد أن أموت من أجلكم. أنت مسلم؟ أنا مسلم نعم. الله يريح بالك يا حبيبي ويقدمك على دين المسيح عشان تصير إنسان طيب بالحياة وما تأذي إنسان. إيش لا تعرف أنا لو اعتنقت دينك النصراني سأقتل الأطفال والرضع والنساء والشيوخ، لأن كتابك يعلم ذلك كما جاء في سفر صموئيل فالآن اذهب واضرب عماليق ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا. سفر حزقيال يقول أيضا بقتل الأطفال والرضع. سفر يشوع كله إبادات وقتل للأطفال والرضع بأمر من الرب. سفر التثنية كذلك، سفر العدد، إنجيل لوقا، رسالة بولس إلى العبرانيين. أنا اسمي يشوع. كويس، وسفر يشوع كله مجازر ما شاء الله. لا غلط أخوي. كيف غلط؟ أنت قارئ سفر يشوع؟ قارئ سفر يشوع؟ أنا يشوع، إذا بتطلع على اسمي إبراهيم يشوع. طيب أنت قارئ سفر يشوع ولا لا؟ ما قارئ، لأنه أنا مالي أنا ماني جاي أنقض يعني ما دامك أنت ما قارئ سفر يشوع، كيف تحكم عليه أنه هو ليس سفر مجازر؟ أطلع لك الآن المجازر الموجودة في سفر يشوع وكيف كان يبيد يشوع مدينة أريحة والمدن الأخرى. هل أخرج لك؟ يعني سبحان الله مش قارئ السفر وقال لك لا ما فيش فيه مجازر. طيب إيش عرفك إنه ما فيش فيه مجازر؟ يا أخي نحن جينا بالمحبة. المسيح لا عمي محبة، أي محبة هذه؟ محبة الحرب العالمية الأولى والثانية؟ محبة الحروب الصليبية؟ محبة احتلالكم للعراق؟
محبة احتلالكم لأفغانستان، محبة احتلالكم لأفغانستان، محبة احتلالكم لبوسنا والهرسك، محبة احتلالكم للشيشان. ايش يعني؟ اي محبة هذه؟ اعطيني مجال. محبة انه ما نجر في حدا بيجر حدا على بيته يا اخي. كيف؟ حدا بيجر حدا على بيته. كيف يعني حدا بيجر حدا على بيته؟ انا ما إيه، فهم. ما حدا جر الغريب غير يعني ما تزعل مني الاسلام. لحظة. اي غريب انت بتهبد ايه يا ابني انت؟ بتهبد ايه انت بالضبط؟ اذا كان على الخيانة فمعروف من هم الخونة ومن الذين كانوا يتعاونون مع المحتلين. من الذي جلب الاحتلالات لبلاد المسلمين؟ من الذي احتل بلاد المسلمين وانتهك حرمات المسلمين في بلادهم؟ من؟